عندي نص كيلو دقيق بقى، قلت اعمله قراقيش كده بتاعت زمان اللي هي بتاعت الصاج الواحد، بدل بقى ما نقعد بقى ايه نعمل كذا صينية قراقيش ونسوي كذا كذا صينية. لا، هما صينيتين بس او 3 بالكتير قوي، بدل ما نعمل 6 7 صواني ونتعب بقى في التسوية وفي التقطيع والكلام ده. اقول لكم على طريقة سهلة جدا، قراقيش الصاج مفيش اسهل منها. جبت 4 كوبايات دقيق، نزلت عليها بمعلقة كبيرة بيكنج باودر، كيس خميرة فورية، ربع كوباية سمنة على كوباية الا ربع من الزيت، معلقة كبيرة من ريحة الكحك، معلقتين كبار سكر، كل المواد الجافة كده على بعضها. وهنزل عليها بكوباية السمنة على زيت، واقلب بقى الخليط ده كده ايه مع بعضه. ابس كده السمنة مع الدقيق بالشكل ده، نقعد نبس السمنة مع الدقيق. طريقة سهلة جدا ما فيهاش اي حاجة صعبة. بعد ما نبس كده عايزة اقول لكم ان يعني كنت تحطي كل المواد الجافة على بعضها، وبعد كده هتحطي الزيت والسمنة تبسي بيهم كده شوية، تفرولي كده الدقيق بيهم. وبعد كده كوباية مية دافية، مقادير مظبوطة بالملي، يعني كوباية سمنة على زيت، كوباية زيت، كوباية سمنة. يعني ممكن تحطي الميكس زي ما انا عملت كده، سمنة على زيت وبس كده، كوباية مية دافية، وهتطلع معاكي احلى قراقيش. وتسيبيها تخمر طبعا. انا بفضل خميرة دريم، حلوة قوي ومضمونة ومش بتبوظ الحاجة. ممكن لو انتي مش ضامنة الخميرة تقلبي السكر مع الخميرة مع المية الدافية. بس هنا كده دقيق شوية، ننزل بقى بكوباية المية الدافية ونعجن بقى كويس قوي، واسيبها تخمر ساعتين 3 كده. الجو بدأ يحرر، انا سبتها ساعة بس وبدأت ان انا اشتغل فيها على طول. بصوا كده لميتها، اسيبها بقى تخمر. عجنتها بالشكل ده علشان تبقى دايبة معانا كده ما تبقاش ناشفة. بصوا كده العجينة مخدومة صح. نسيبها بقى تخمر، بعد ما خمرت نفضي الهواء منها ونفردها كده في صينية كأننا بنعمل كده ايه. فردتها في الصينية كده، وبعد كده قطعتها بقى كده سمبوكسات. وبعد كده هسيبها تخمر تاني، وبعد كده دخلتها الفرن. بصوا بقى تتقطع بسهولة، ولا بقى ورقنا ولا لفينا ولا قطعنا ولا تعبنا خالص فيها. والتسوية ما خدتش وقت خالص. ال3 ثواني دخلتهم الفرن، طلعتهم مفيش 10 دقايق، ربع ساعة بالكتير على درجة حرارة 200.